تعال بقى النهارده نتكلم مع بعض عن انواع الترابيزات في العمليات، والاسم بتاعها جه منين، واستخدام كل ترابيزه فيها، والشكل العام ده عملوه وصمموه بناء على ايه. احنا اتفقنا ان كل حاجه في العمليات هتلاقي ان معظم الاسماء بتيجي من الشكل بتاعها او من اليوزد بتاعها، الاستخدام بتاعها. فاحنا عندنا اول نوع من الترابيزات في العمليات حاجه اسمها ترابيزه تمساح. في مصر بيسموها ترابيزه تمساح. دي اول ترابيزه بتبقى جنبك. الترابيزه دي سميناها تمساح ليه؟ قال لك لان شكل التجويف بتاعها من تحت تحس ان هو عامل زي فم التمساح او بق التمساح بالظبط. طب ليه برضه قلنا تمساح؟ قال لك ان هي بتبلع الترابيزه الاساسيه. نوضح اكتر. لو انا دلوقتي مثلا عندي حاله وليكن حد هيعمل استئصال زي الدوديه، ليه حاجه اسمها ابندكتومي، قرب مني. فالابندكتومي ده العيان بتاعك نايم هنا على الترابيزه قصاد الجراح، وليكن مش معاه فينست اسيست او مش معاه مساعد ليه، وانا كمتمريض وممارس عام هشتغل اسيست للجراح وهشتغل ترابيزه في نفس الوقت. فانا عايز اقف في مكاني عشان ما اتحركش بره الفيلد، وفي نفس الوقت يكون جنب الترابيزه بتاعتي. فعشان خاطر نخترع حاجه تبلع الترابيزه دي بحيث تكون الالات جنبي، فاختراع الحاجه اسمها ترابيزه تمساح. شكلها شكل التمساح بحيث التجويف بتاعها من تحت، بحيث لما ادخلها على الترابيزه دي بلعتها يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شغال اهو والالات جنبي اقدر اكونترول عليها واكونترول على الدنيا بتاعتي. انما لو الالات دي لو التجويف ده مثلا ولكن مقابل ليه ستاند زي هنا بالظبط كده، ما كناش هنعرف ندخل ده هنا، فكان الموضوع هيبقى متعب زي بالشكل ده كده بالظبط. بص كده الموضوع يبقى متعب. انا شغال هنا وهي بعيده عني، حتى لو قربتها شغال هنا وهي بعيده عني، الالات بعيده عني، كنترول. ممكن مثلا يكون انا الجراح مسك فيزلز بيجيب ارتري بيجيب مثلا ومسكه وانا سبورت ليه بايد، وهناول مثلا الخيط اللي انا الربط اللي هو هيرب بيه الفيزلز دي، مش هعرف اكنترول وهو بعيد عني. فانا لازم يكون الالات دي جوه بالشكل ده بحيث ان هي تبلع رجل الترابيزه الاساسيه. طيب ده اول نوع. طب تاني نوع قال لك الترابيزه عربيه. الترابيزه دي اللي عملها ستايل دور واحد ودور اثنين، دورين يعني. قال لك الترابيزه دي وظيفتها ان انا تقرب كده معايا، قرب كده اكتر. الترابيزه دي وظيفتها ان انا بحط هنا بعد خلاص ما انا فرشت وتعقمت حاجتي وفتحت حاجتي وتعقمت، فانا المفروض هنا بحط الالات الاساسيه بتاعتي اللي انا هشتغل بيها. طب هنا بحط ايه؟ قال لك بحط مثلا الصينيه اللي كانت فيها الالات، او بحط هنا بواقي الفرش التعقيم اللي كان معايا لو كان معايا باقي فرش، او بحط هنا الشاش والفوط اللي انا لسه هستخدمهم، او بحط هنا الخيوط، او بحط هنا الجفنه اللي كنت بعقم بيها. اذا انا بحط معظم الحاجات هنا. طبعا في فرش معقم انا حاطط عليه كل حاجه مش هستخدمها باستمرار اثناء العمليه زي الالات. دايما اللي جنبي باستمرار بحطه هنا، دايما الالات هنا، لكن ابر الخيوط والشاش والفوط والى من كل المستلزمات بكون محطوطها هنا. طيب الدور الثاني بحضر فيه ايه؟ قال لك هنا بحضر فيه الدور. قرب بس مني، انا عايز تقرب مني عشان بس الكادر يبقى جايب للناس كل حاجه، ما تجيبنيش بس قرب الكادر هنا. انا هنا بحط ايه؟ قال لك بحط هنا كل حاجه ممكن احتاجها في العمليه. في احد الناس القديمه في الفيوم، انا من الفيوم، عطى نصيحه لشخص صديق ليا، وكنا بنتكلم في الكلام يعني جاب الجمله اللي هو قالها له، نصيحه قالها له. قال لك بيقول حضر كل حاجه ممكن تحتاجها في العمليه، حتى لو انت تقيل ومتاكد 100% ان انت ممكن ما تحتاجهاش، احتمال تحتاجها. يبقى لو في احتماليه انك تحتاج حاجه حضرها. اذا حضر تحت هنا كل حاجه. عايز تعرف انت وصلت للمستوى انت بيرفكت ولا لا؟ ان انت شغال في عمليه معينه وصلت للمستوى ان انت بتخلي السيركيوليت بتاعك ما يطلعش بره الاوضه يفتح لك حاجه من بره. انت جهزت كل حاجه تحت ممكن تحتاجها. طبعا دي مع الخبره. حتى في ناس قديمه احيانا بتنسى حاجات، بس الافضل حضر كل حاجه تحت احتمال تحتاجها. دايما تعامل مع الحاله دي ان هي هتحتاج 1 2 3، انا هحضر 1 2 3.
يبقى قلنا احنا دي بستخدم عليها الالات، وطبعا انا بكون ايه دي جنبي بالشكل ده كده خلاص، او بالشكل ده كده، وابدا ان انا اشتغل معايا كنترول على الفيلد بتاعي بشكل افضل. طيب ده كان فيديو النهارده، حاولت اوضح لك اسماء الترابيزات دي والاسم بتاعها جبناه بناء على ايه وبنستخدمها ازاي. ده كان فيديو النهارده. الفيديو الجاي باذن الله هنعلمك ازاي نفتح الفرش المعقم من غير ما نقفه خلاص. الفيديو اللي بعده هنعلمك ازاي نناول وازاي نرص، ازاي ارص الاتي هنا خلاص، ارص الاله ازاي، فن الرص ازاي، وازاي اناول الاله الجراح. دي اساسيات العمليات. لو انت خدتها خلاص تنزل ودوس وتعلم خلاص. احنا ان شاء الله الفتره الجايه نتعلم مع بعض مكونات غرفه العمليات، وازاي اناول وازاي ارص، وان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص عن ازاي اتعامل مع الخيوط، ازاي امسك الابره، ازاي اتعامل معاها، ازاي لو جراح ايمن امسك الابره ازاي، ولو جراح اشول امسك الابره ازاي، وانواع الخيوط كلها، ونشرح فكره الانبول. الخيط ده بيتكون من 1 2 3، وانواع طبعا الخيوط زي ما قلنا. يعني ان شاء الله تبقى الفتره الجايه هتكون اقوى بكتير باذن الله. شرفتونا، وانتظروا فيديو قادم.